هل ترى في نظرك أنت كشاب أن المغاربة أحسن منا من جانب الهيئات الرياضية ومن الجانب كما يقولوا الفلوس؟ يعني حتى احنا في الجزائر بلد غني بالمرافق أو باللاعبين أو بالمؤطرين، ولكن هما يخدموا خدمة رفيق المدرب من عنده ومن كان الفريق الوطني واحد دار انستا تاع كافرو ولا كذا، يعني منهم واليهم ودائما مع الاوائل. منتخب المغرب منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف كيف تسير هذه الدورات المغلقة، ممكن جدا تفوز بكأس افريقيا في اي بلد. منتخب قوي، مدرب اللي يعرف اللاعبين اللي يجلبهم، مدرب اللي يعرف كيف يوظف اللاعبين في الخطه اللي هو راه حايبها محمد. احنا عندنا ازمه في المنتخب الوطني. نعم اسمح لي محمد، راهو يقدم مباريات كبيره وشفنا من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الاندفاع البدني، شفنا فريق منظم يغير طريقه اللعب. صافي ريان حاب نقول لك. انا حبيت نقول باللي اذا كان الهدف الاسمى تاعك هو كاس افريقيا، شوف مدرب اللي عنده خبره افريقيه ولا عندنا لاعبين ثاني، عندنا لاعبين خلاص امكانيات بشريه يعرفوا افريقيا. بارك الله فيك. هادو يروحوا يطلعوا درجه بدرجه على كارت يعني بالعقل. هذه اللي نعرفها انايا، لو ريست ما حضرتش وما عندكش نتكلم على هذا الشيء. ولي هذا انت ما تنجموا من القدام تجيبوا معلومات. الوسط هو اللي تريز امبورتون، سي الموتور، سي القلب. وقلت لك انايا lorsque tu vois les trois milieux de terrain, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Impossible. Analia impossible. يلعبوا في ثلاثة كيف. الفوتبول ما يشوفوش كي ثلاثة كيف. وكاين اللي ميليو تيرا ما يشوفوش الفوتبول كيف. ما كاش هذيك لا كونيكسيون بين افريقيا فقط، حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات، باش ما نبالغش على مستوى العالم. وصنف المغرب من 10 الاوائل حاليا. وعندي المعطيات وعندي الاسماء. وحاليا 13 عالمين في تصنيف 13 عالمين نحطهم من 10 الاولين على مستوى العالم. نقول له برافو. كي يجيو نجوم المنتخب المغربي اللي هما يحكموا بحكامهم في الفرق نتاعهم ويعملوا الفارق، يدخلوا للمنتخب ينصهروا في تفكير المنتخب وفي تفكير المدرب وفي جو المنتخب، ينساو اساميهم والقيمه التسويقيه نتاعهم وينصهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه بدون توقف، لانه تفكيره ولا تفكير جماعي وليس بالتفكير الفردي. وقت اللي مدرب المنتخب المغربي يكون درب سنه واحده ولا سنتين، يعطيوه المنتخب المغربي مش 19 سنه كما اللي عندنا. فهمتني؟ يراني المنتخب المغربي ومندراك ويبهر به العالم. وقت نقولوا شابو. التواضع من شيم الكبار. الناس مسؤوله. انا خدمت خويا، ما نجمتش نروح، ما نهضرش على اللي فات. انتم هنا ما كاش هدمتوا الفوتبول، درتوا الصور، بنيتوا لا ميراي دو شين على الناس اللي كومبيتون، غلقتوا عليهم بلي ريزو، تخلصوا سارتان بالمعارف تاعكم بالجهويه تاعكم بكلش. فوزاد انكابابل دوميني لالجيري او موان الفوق. ما كاش اللي هو يشرف، واللي ما يشرفش خويا ماناش نقولوا ما بالعاني ولا ما نجمتوش. وكيتي لا طابل ولا ما تروحش من الطابله. كاين اللي يقولوا لك روح، ولا المسؤولين فيدراسيون ام جي اس ما يقولوا لهمش روحوا، وزيد طلع الفوق ما يقولوا لهمش روحوا. يا اخي وعلاش حنا نربحوا العداوه؟ احنا نكريتيك تاع لونترينور ما خدمش تاع البريزيدون فيدرال، وعلى حنا ناخذوا الاخر علينا. حنا قالنا نوليو هنا، حنا قالنا نوليو انكومبيتون ونوليو نجيو هنا نجيبوا الوقت. لا باس وي سيا ولد سيا وملاح ونقعدوا غير نتمسخروا. يا اخي لا خويا، كان اللي عنده قلبه حار وكان اللي عنده قلب تاع الدجاجه. ماشي كيف خويا، ماشي كيف. يفو كي اون رياكسيون. ماشي لي زونترينور حنايا. الناس كاع تروح، الناس تحب ديميسيون، الناس ما كاش اللي يقول لهم. الا حنا نربحوا العداوه مع هاد الناس؟ علاش؟ فهمني علاش ما نديو دراهم، ما نكدا ونزيدوا نربحوا العداوه مع الناس هذوما. فوريا سي ترو يا اخي، سي ترو بزاف. محمد قاسي سعيد، اليوم لحقنا ولازم تكون بدايه ونعاقبوا الناس. ولكن انا كانت صوت عليه نقول لك الحقيقه. علاش حنا نربحوا العيب مع هاد الناس؟ علاش حنا نهضروا؟
اذا كان المسؤولين ما يضربوش بيد الحديد وانا على نكسر راسي الله يسهل عليكم. منتخب مغربي مرعب. شنو هو مرعب؟ يخوف بالاسماء بالارقام اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين. وقت اللي المنتخب المغربي عمل فريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تألق تألق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام هكا ولا بكي وعنده الاحترام. سمير، النقطة اللي أثرتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لقجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. يا سيدي الجزائر ما كانوش يدوا لي تيتر، ما كانوش نريحوا حنا نريحوا في ما كنا ما ندوش. ما على باليش. شوف كريم، لما تشوف المنتخب المغربي لكل الفئات عمل تاعو على دائما على العام كله، يعني كاين منافسه ولا ما كانش، تاع 14 سنه موجود، تاع 18 سنه موجود، تاع 20 سنه، اي مناسبه قاريه تلقاهم هما مع الاوائل. هاي حسن العمل وحسن النيه، كلهم شبان. انا فرحان صاحب بهذا وجيت سعيد بهذا الانجاز، يعني في ظرف 20 يوم. هل ترى في نظرك انت كشاب ان المغاربه احسن منا من جانب الهيئات الرياضيه ومن جانب كما يقولوا الفلوس؟ يعني حتى احنا في الجزائر بلد غني بالمرافق او باللاعبين او بالمؤطرين، ولكن هما يخدموا خدمه فريق المدرب من عنده، ومن كان الفريق الوطني واحد دار انستا تاع كافرو ولا كذا، يعني منهم واليهم ودائما مع الاوائل.